تقوليش المواعين الجديده اللي بيرميها لي في الحوض وانا واقفه بغسل المواعين، اصله جايب لي مواعين جديده. هو احنا بنفرق بين المواعين الجديده والقديمه؟ لا، لازم يكون فيه عدل بين المواعين. احنا الكل سواسيه. ايوه طبعا، يعني هو جاب لك مواعين من جيبه وقال لك اغسليها؟ هو جايبها من بيتهم، ما هي مواعينك وعيالك سلاحف النينجا. ايه ده، انتوا مخلفين سلاحف؟ لغايه هنا، بقيت لغايه هنا. شكلكم ناويين تكونوا بيت زواحف صغير كده. اختاري يا مروه بالونه. ايوه، طالما انت مش عايزه تغسل المواعين، مين قالك الصرب على الجواز؟ الجواز مش كل حاجه يا اختي، ما تبقيش متسربعه يا اختي. ايوه كده. اغسلي المواعين، اغسلي المواعين. مش عايزه تتجوزي؟ رد يا لئيمه. يعني ايه ما لقيتش الراجل المناسب وانا خلاص داخله على 30 سنه؟ خلاص، طالما عايزه تتجوزي. اغسلي المواعين، اغسلي المواعين. ايوه طبعا لازم تغسل المواعين. مش عايزه تتجوزي؟ عايزه تتجوزي مش عايزه تتجوزي؟ اغسلي المواعين. انت لبستي فوق فستان ابيض ليه؟ عشان تطبخي وتتجوزي ايه ده، امال لو كان لونه اسود؟ وتكوي. انت لبستي فوق فستان ابيض ليه؟ يعني انت هتعملي ده كله عشان بس تلبسي فستان لونه ابيض؟ ايوه ما اكرم. مفيش حاجه اسمها يساعد في البيت. لا، دي تنسيها خالص. مفيش حاجه اسمها بيساعد في البيت، مفيش. طلعها من دماغك دي. تطبخي وتتجوزي وتكوي. مش ده محمد اللي انت كنتي بتحبيه؟ هو ده محمد او احمد، ايوه ما اكرم. جرى ايه يا احمد؟ هل بيستفزك مشهد الراجل وهو قاعد يا عيني غلبان بيتفرج على ام بي سي مصر او ام بي سي مصر دراما بعد الفطار وكرشه الجميل الصغنن متهني ومتغذي؟ بيعصبك المشهد ده؟ ثانيه واحده، اتعصبي براحتك، اتعصبي براحتك يا مدام. العصبيه اصلا مفيده للجنين اللي في بطنك، لان احنا تعبنا معاكي خلاص، هنجيب له ام تانيه. وكل سنه وانت طيبه، اشوفك ان شاء الله بعد رمضان، ابقى اشوف احوالك عملتي ايه.